سبحانك اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن سيدنا وسيد الدنيا جميعا محمدا الذي بعثت رحمة وأرسلت فينا نعمة وادخرت لنا يوم نلقاك شفاعة. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الذين اتبعوك واتبعوا النور الذي أنزل معك. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللقاء الثاني لنا في سلسلة لقاءات عن عظماء صنعهم الإسلام. كان الجزء الأول في اللقاء السابق عن هذا العملاق الذي قضى عمره المديد والذي زاد عن 1000 عام يعلم الإسلام وينشره، يدافع عنه، يصدح به، يعلمه الدنيا كلها في وسطية الإسلام التي قال عنها ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
الافزاز. تعال نشوف السفير البريطاني او بيسموه المندوب السامي البريطاني طلب مقابلته فسمحت له بالمقابله. مين يقدر يرفض مقابله المندوب السامي البريطاني الحاكم بامره في مصر؟ كانت بريطانيا ايامها تسمى الامبراطوريه التي لا تزول عنها الشمس، الحاكمه الاولى للعالم. طلب مقابله الشيخ، تعرف ليه؟ عشان يقول له طلع بيان للعالم كلهم فيه ان بريطانيا وحلفائها بيدافعوا عن الحريه، بيدافعوا قصاد المانيا ومن معها عن حقوق الانسان. مش قلت لك الجمعه اللي فاتت اللي قبل الماضيه قلت لك ان نفس النغمه هياها قالها الفرنسيين لما دخلوا مصر، جاء الاحتلال البريطاني يكملها، الامريكان بيحكوها النهارده، الاوروبيين بيرددوها، ان احنا دعاة حقوق الانسان وبندور على الانسان وكرامه الانسان والحريه والحقوق والكلام اللي بيحكوا لنا ده. بيطلب الامام الاكبر عشان يقول له طلع بيان للعالم الاسلامي كله ان بريطانيا وحلفائها بيدافعوا عن حقوق الانسان، بيدافعوا عن الحريه، بيدافعوا عن الديمقراطيه عشان الناس تقف معانا. الامام الاكبر استغرب ازاي يجرؤ السفير البريطاني يكلمه بالطريقه دي، وانتهت المقابله وشاهد اراده ربنا يكون احتفال من الاحتفالات الرسميه لمصر الدينيه، وحاضر الملك والحفل مذاع على الهواء لان ما كانش فيه ايامها تسجيلات، كانت الاذاعه تبث مباشره على الهواء. واذا بالشيخ الاكبر يخطب خطبه ناريه وقف العالم كلها امامها مشكوكا. من ضمن اللي قال هذه الحرب التي اشعلها الكبار بريطانيا وفرنسا حلفائهم من جانب والمانيا وايطاليا من جانب اخر، هذه حرب اشعلها الكبار ووقعت علينا نحن الصغار. القنابل نزلت على اسكندريه وهنشر عهد الاسكندريه ومطروح والعلمين وهذه المناطق كلها تم تاثيرهم. قال لهم هذه حرب اشعلها الكبار واقتضى بنارها الصغار، هذه حرب لا ناقه لنا فيها ولا جمل، هذه حرب لا ناقه للاسلام فيها ولا جمل. مالناش علاقه بيها، الاسلام مالوش علاقه بيها. لما نبقى نقول يا اخواننا هذه حرب لا ناقه للاسلام فيها ولا جمل، ما نقول يا اخواننا هذا الصراع لا علاقه للاسلام فيه ولا جمل، الدنيا تقوم ما تقعدش. الامام الاكبر قال الكلام ده زمان، واذا ما مضى نصف الليل حتى اتصل السفير البريطاني برئيس وزراء مصر جوه النوم، كان ازاي الامام الاكبر يقول الكلام ده؟ لابد ان يقال الان فورا وليس بعد ساعه، نفس الطريقه اللي بيستخدموها في كل زمن. ويتصل رئيس وزراء بريطانيا بالامام الاكبر يصحيه من النوم يقول له ايه اللي انت عملته؟ الدنيا انقلبت عليك، انت نسيت ان مصر مستعمره بريطانيه؟ انت نسيت ان الاحتلال البريطاني بيسيطر علينا وبيتحكم في مواردنا ومداخلنا؟ انت نسيت ده؟ فاذا بالامام يقول له من انت؟ يقول له انا رئيس وزراء مصر، يجب الا تتكلم كلمه حتى تعرضها علي. واذا بالامام يقول له انا الامام الاكبر اعرض عليك انت كلماتي؟ يا هذا والله انا استطيع اقالتك بخطبتي من فوق منبر الازهر او منبر الحسين. لو طلعت وقلت للناس كلها انك انت عميل بريطاني او متعامل مع البريطانيين او خائن لامتك لنزعتك الامه من فورها من كرسيه. يا هذا ما اقصى ما تصنعونه معي. قال ان تقدم استقالتك. قال هل تستطيع ان تمنعني من الصلاه في جماعه في الجامع الازهر؟ قال لا استطيع ذلك. قال اذا افعلوا ما بدا لكم. انظر، هذا انحياز الامه لدينها، انحياز العلماء لدينهم. العلماء
من سنة 1801 ل 1805 كانت حالة فوضى في مصر. ازدهام الاحتلال الفرنسي عن مصر وما فيش سلطة قائمة، ففوضى في كل نواحي الحياة، السيطرة فيها للعصابات، للقتلة والمجرمين. المسيطر في ذلك الوقت بقايا المماليك. بقايا المماليك اعتدوا على اهل مدينة بلبيس وخدوا اموالهم وصدروا ممتلكاتهم وخدوا المحاصيل والمحصول بتاعهم. الناس يروحوا لمين؟ مفيش سلطة في البلد، مفيش حكومة، مفيش دولة. لم يجدوا امامهم الا باب الامام الاكبر وشيخ الازهر، فذهبوا اليه، واذا بالامام يستدعي العلماء ويغلق جامع الازهر ويوقف الاذان. ايه الحكايه؟ اجتماع طارئ للعلماء، اجتماع طارئ لطلبة العلم. ايه الحكايه؟ رسالة تطلع من الازهر ريحة محمد بك الالف زعيم المماليك ولتابعه الموفي الذي اعتدى رجاله على اهل بلبيس. يقول له قدامك ساعة زمن واحدة في جيبك، اما ان ترد الاموال والممتلكات لهذه البلد الفقير ولهؤلاء الناس الذين اخذت اموالهم، واما ان ادعو الازهر شيوخه وطلابه ورجاله
المسلمين، لكن حلقة بعينها كانت الحلقات العلم في جوار الأعمدة. يقول لك الشيخ فلان ده شيخ عمود، يعني قاعد تحت العمود وحوالي 30 طالب. حلقة واحدة تم تستمر تدرس ولم ينقطع الدرس فيها. حلقة شيء بسيط يبدو على ملامسه الفقر، لكن فيه عزة لو أوذيت بالدنيا كلها لوزنتها. هو فقير الهيئة نعم، لكن فيه إيمان ويقين لو وزن بجبال الدنيا كلها لرجحتها. كما قال الإمام الشافعي: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. وإذا قنعت بالقوت عمري، فلماذا أخاف زيدا وعمرا؟ هخاف زيد وعمري ليه؟ ده كان شعار العلماء زمان، شعار العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. كان شعار علمائه: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. كان شعار العلماء: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كانت مهمتهم قول الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كانت طريقتهم قول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلطان عبد العزيز يدخل الجامع الأزهر ويلاقي عالم من العلماء قاعد، الوحيد اللي ما وقفش، الوحيد اللي ما جابش، والشيخ بيدرس والطلبة قدامه، كأن مفيش حد قاعد، كأن مفيش حد واقف. فواقف معايا الخديوي، واقف معاه السيد الكلام ده، لا قبل الخديوي ولا قبل السلطان ولا قبل الحرس ولا قبل الشرطة ولا قبل أحد. فإذا بالخديوي يصدر أمرا بالقبض عليه. استقل استنى يقف عندك، استنى لا تفعل. وراح مطلع كيس نقود، كان زمان الفلوس دنانير دهب فتحط في كيس، وراح منادي على الكبير حاشيته يقول له روح اديها للشيخ، عاوز يمتحن الشيخ، شوف الشيخ نوعيته ايه. فراح واقف قدامه قال له: يا إمام، لماذا لم تقم للسلطان والخديوي في صحبته؟ قال: يا هذا بلغنا أن درس العلم يحضره الله رب العالمين، أفأقوم من درس يحضره الله رب العالمين للقاء بشر روحه في قبضة الله رب العالمين؟ ايه اللي حصل؟ اسيب لقاء ربنا واروح لقاء الناس؟ فراح مطلع الكيس ومديهوله وقال له: خد الكيس ده. فبص له كده باستهزاء. الشيخ كان قاعد وممدد لان عنده تعب في رجليه، فقاعد وممدد، فبيطلع الكيس ومديهوله. بص له كده قال له: ايه ده؟ قال له: هدية أهداها السلطان لك. قال: قل لسلطانك إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه إلا لله رب العالمين. اللي يمد رجليه ما يمدش إيده إلا ربنا سبحانه وتعالى. طب تعالى خد اللقطة السريعة دي وندخل بسرعة عشان نلحق الدفن. تعالى نشوف اللقطة السريعة دي. في عهد الملك فاروق، الملك فاروق كان الديوان الملكي بيعمل حاجة غريبة عشان يستمير رجال الأزهر، لأنه عارف مكانهم وعارف منزلتهم. أما عالم من علماء
الشيخ عبد المجيد سليم الامام الاكبر مريض في المستشفى، راح يزوره، عاوز يزوره ويطلب منه طلب. تعرف الطلب ايه؟ صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الشيخ ملك فاروق بيزور الشيخ الاكبر والامام الاكبر في المستشفى، وبيطلب منه طلب غريب جدا. طلب ان الامام الاكبر يصدر فتوى يحرم على مطلقته ان تتزوج من بعده. عاوز الامام الاكبر طلع فتوى يقول الملكه السابقه فلانه محرم عليها الزواج من اي احد بعد الملك فاروق. الله، فبص له كده الامام الاكبر مستعد شيء، قال له كلمتين اتنين ما فيش غيرهم. قال له اما الطلاق فابغضه، لان النبي قال ابغض الطلاق الى ابغض الحلال الى الله الطلاق. اما الطلاق فابغضه، واما الحرام فلا املكه. اللي يملك الحرام ويحلل مش انا. ده ربنا قال للنبي يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. اللي يقدر يحرم ويحلل مين؟ الله رب العالمين. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. ربنا تأذن بالتحريم ولا تفتري على ربنا سبحانه وتعالى. قال له اما الطلاق فابغضه واما الحرام فلا املكه. الوحيد بس اللي ازواجه محرم عليهم الزواج من بعده هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لان ربنا قال وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. احباب محمد صلى الله عليه وسلم حتى وقفت مسيرة العظماء هنا. لا والله، بل راينا الامام الاكبر الراحل الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه يقف في وجه الرئيس السادات بعد حرب اكتوبر وهو يتخيل انه صنع ما لم يصنعه احد من اجل قانون الاحوال الشخصية، ويأبى ان يخرج وهو حي ويقول والله لا اعطر عليه وانا على قيد الحياة. راينا الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه في عهد الرئيس حسني مبارك بعد يقول ويقف في وجه السيدة الاولى وفي وجه الامم المتحدة حينما عقدت مؤتمرها الثاني للسكان في القاهرة، والاول في بكين يسمى مؤتمر بكين للسكان، ورفض ان يحضر الافتتاح. ليه؟ لان المؤتمر يفرض على المسلمين ما لا يجوز، يبيح لهم الشذوذ الجنسي، يجيز الاجهاض للنساء باذن وبغير اذن، اشياء كثيره. يرفض ان يحضر الافتتاح ويرفض ان يوقع على وثيقته، وقبل ان ينتهي المؤتمر يخرج وثيقه من الازهر الشريف توزع مجانا مع مجله الازهر الشريف وتترجم باللغات الحيه الانجليزيه والفرنسيه وتوزع مجانا في العالم الشرقي وغربي تبين حكم الاسلام الجزائري. فرأينا آخر حاجة الشيخ الطيب رأيناه وهو يقف في وجه الرئيس الإيراني ويقول له كلمات لم يقلها أحد قبله. يقول له أبدا إننا لا نستطيع أن نقبل أو نسالم أو نوافق على من يمنع أهل السنة من حقوقهم في إيران. إننا أبدا لن نكون أصدقاء ولا أحباء لمن يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا لن نوافق ولن نسالم من يسبون أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها. وهذا الرجل تحمل ما لم يتحمله بشر.
ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، في دقيقتين اثنتين لا ثالث لهما، رأينا على مدار التاريخ أن هذا العملاق العظيم ما تأخر عن نصرة أمته، ولا تأخر عن نصرة الحق، ولا الزوج عنه، ولا الموت في سبيل الحق، ما دام يرى أن هذا حق صادق ساطع سطوع الشمس في رائعة النهار. نعم، ولذلك رأينا كل من ولي سلطة في مصر على مدار التاريخ يحاول أن يستقطبه، ويحاول أن يثنيه، ويحاول أن يضمه إليه، فإذا وجده ومتوجها إلى الحق لا يخاف في الله لومة لائم صب عليه ألوان العذاب صبا، لكنه لا يتراجع. لماذا يمدحونه في البداية ويسبونه في النهاية؟ لماذا يقفون معه أولا ويحاربونه آخرا؟ أتدرون لما؟ لأن كل واحد منهم يريده أن يكون ملكا خاصا له. عاوزينه ملاكي، أظهر ملاكي، كل جماعة عاوزاه ملاكي لها يتكلم بلسانها، كل حزب عاوزه ملاكي ليه يتكلم بلسانه، كل طائفة عاوزاه ملاكي لها يتكلم بلسانها، كل رئيس، كل سلطة، كل قوة تريد أن يكون ملاكي يتكلم بلسانه. لكن أبدا الحق لا يعجب الجميع، الحق أبدا لا يعجب الجميع، إنما لابد أن تكون هناك فئة كارهة للحق، وعشرات ومئات وآلاف يحبون الحق، لأن الحق دائما كما قال عمر بن الخطاب: قول الحق لم يبق لي خليلا، أو كما قال أبو ذر رضي الله عنه وارضاه: قول الحق لم يبق لي صديقا. أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأزهر، هؤلاء هم علماءه ورجاله. ما أردنا أن نمجده، لكننا أردنا أن نظهر صورة غابت عن شبابنا وغابت عن أبنائنا حتى يعرفوا تاريخهم ويقرأوا تاريخهم. العلماء أحباب محمد صلى الله عليه وسلم هم ورثة الأنبياء، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامهم. ما بذلوا للحق نفوسهم، ما وقفوا مع الحق ولم يخشوا في الله لومة لائم، ما لم يخافوا زيدا ولا عمرا، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه: فلماذا أخاف زيدا وعمرا؟ أحباب محمد، سأل رجل الإمام الحسن البصري: يا إمام، ما رأيك في هذه المسألة؟ فأجابه، قال له: لكن العلماء يخالفونك، أو الفقهاء يخالفونك. قال: يا فرقد، وهل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة